الموقف اللي هحكيهولك يا صاحبي حصل معايا بالنص. كنت ماشي عندنا هنا، فواحد من اخواتي اللي متابعيني وقفني وسلم عليا وقال لي: انت ما بتنزلش فيديوهات على اليوتيوب ليه؟ قلت له: والله اليوتيوب بايظ معايا بقاله اكتر من سنه. قال لي: يا عم والله انا اي تليفون حد من اصحابي بخليه تبعك. قلت له: يا عم انت اخويا. قال لي: والله العظيم انا بحبك موت. قلت له: والله العظيم وانا بموت فيك، ولو ربنا كرمني ووصلت انا مش هنساك. رد عليا ايه بقى؟ قال لي: لا يا عم انا عايزك توصل عشان بحبك ومش عايز منك اي حاجه. يعني شفت الرد جه ازاي؟ فواحد زي ده بيقول لي: انا بحبك مش عايز منك، انا عايزك احسن مني. يعني انا مش عارف، انا اترددت وانا برد عليه. قلت له: يا عم انت اخويا والله. فلسه في ناس بتحب الخير للناس، بس مش كل الناس بتحب الخير للناس. يعني معظم اصحابي بيكونوا قاعدين معايا، يعني مثلا ايه، مش بيعملوا له متابعه على اي فيديو ولا بيعملوا له لايكات على اي فيديوهات، مع ان لو عندهم زفه ببقى انا بالنسبه لهم ايه، انت قبل انت قبليه في الزفه. فانا اي حد متابعني بيحبني انا والله العظيم بحبه زي ما بيحبني، وان شاء الله لو ربنا يكرمني انا مش هنسى حد. بحبكم.